السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله نعمل روتين مع بعض، روتين يعني مشجع ومحفز كده. يلا بقى قومي شوفي اللي وراكي، وشوفي بقى الكتب والحاجات اللي هتتشال والحاجات اللي هتتعان، وخلاص نفسنا هناخد نفسنا. فيلا قومي معايا. انا ابتديت الروتين معانا طبعا اول حاجة كده الغسيل. احنا كنا كده هنا بالليل. قلت اصور معاكم بداية الروتين بقى من بدايته خالص. انا دلوقتي كان الجردل بتاع البرسيل عندي فاضي خلصان، فمليته. كنت جايبة كيس برسيل ففضيته فيه، وابتديت ان انا حطيت دورة غسيل. كان عندي غسيل كتير جدا، فحطيت دورة غسيل في الغسالة. وطول الليل بقى ايه، ما الغسالة تفصل هحط مكانها دورة تاني واشغلها وكده. وهنا كنت بقى ايه بشغل دورة الغسيل اهيت، وسبت الغسالة بقى مع نفسها تشتغل وتخلص الدورة دي مع نفسها. وبصوا بقى كمية الغسيل، عندي كمية غسيل يعني دول كمان على دورتين غسيل كمان. فانا بقى ايه كده، احنا كنا بالليل خلاص كده، هتنيني طول الليل زي ما قلت لكم. ايه هحط الدورتين التانيين، كل ما بقلق كده اروح جايه حاطه دوره. هنا بقى كنا ايه الصبح، قمت طبعا عشان اروق مكان ما كنا نايمين. احنا هنا بننام في اوضه الاطفال، ما ضمناش اوضه الاطفال المره دي عشان خاطر مامتي عندي. فلما بتبقى ماما عندي يعني ايه رينات بتروح تنام جنبها، ومثلا ايه ادم بينام جنب باباه بينام جنبي. يعني ايه ما بنحبش ان احنا بقى خلاص ما بنضمش السراير، لان كده السراير يعتبر انها بتاخدنا. واهم حاجة احنا كنا بنضمها عشان نغطيهم، فماما معاها رينات بتغطيها، وادم بقى معايا او مع باباه فايه فبيتغطوا يعني، بنطمن على غطاهم. فاحنا بننام هنا في اوضه الاطفال مش ضامنين السراير زي كل سنه. وقمت اول حاجه بطبق الرزيات دي، البطاطين دي عندي. بصوا حاجة صعبة، تقال جدا جدا وبيغلبوني عقبال ما بطبقهم. بس اول حاجة ببتديها ان انا لازم امسكهم واطبقهم كده وبخرجهم بره الاوضة، يعني بلفهم اللفة الرول دي، وبعد كده بروح مخرجاهم بره الاوضه عشان ابتدي اروق الاوضه كده على رواقه وما احسش ان في كركبه حواليا. انا بكره الشتاء بسبب كركبته زي ما انتوا عارفين، تلاقي فيه بطاطين كتير وحاجات كتير. انتوا لسه هتشوفوا بره في الركنه دلوقتي في كل حته تلاقي حاجات لازم تتغطي بيها. فالبطانيتين دول كمان صعبين جدا. بص البطانيه وقعت مني تقيله. فما بيتملوا كمان ميه بقى وقت الغسيل بيخلوني هموت والله بجد. غسيلهم برضو بيبقى مقرف جدا، بس هما بصراحة حلوين يعني بيدفوا كده، فكله يهون يعني. الساعة السنة دي صعبة قوي يا جماعة. ف بروح جاية زي ما انا قلت لكم كده، اروح لفاهم رول، واروح جايه بقى مخرجاهم، وابتدي واحده واحده كده امسك بقى سرير سرير، اظبط الدفايه بتاعته واظبط الفرش بتاعه يعني وكده. طبعا انا كنت لسه مغيره الفرش دوت، فطبعا مش محتاجه انه يتغير زي ما انتم شايفينه نضيف اهوت. يا دوب بس بظبطه كده، لان انا فرقه في النوم يعني السرير ده اللي انا بنام عليه. اما باجي انام بفرك كده فتلاقي الملاية او المفرش او الدفاية اي حاجة تلاقيها متبهدلة تحت مني. ف هو دوت الفراك في النوم اللي بيقعد يتقلب كتير وبيفرك كتير وهو نايم. عكس بقى السرير التاني، تحس ان هو ايه يعني الى حد ما حنين كده، ما مش متبهدل زي ده. بالرغم ان عيالي كانوا قاعدين عليه وبيتفرجوا كمان على التلفزيون، لان انا حاطه التلفزيون في اوضه الاطفال. والحمد لله جابوا اجله امبارح، وانا هوريكم برضو في الركنه ايه اللي حصل له. آه ف فيعني قدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى واحنا بنروق كده السرير، طبعا انتوا شايفيني انا بروق عادي يعني ما بعملش حاجه غير ان انا بعدل السرير والركنه السرير، وهحط بعد ما اخلص يعني ترويق كده هحط البطاطين وخلاص على كده. بصوا بقى في ترندات طالعه يا جماعه وحشه قوي. يعني انت عشان تاخد ترند المفروض ان انت يعني تعمل حاجات وحشة في نعمة ربنا. يعني مثلا انا اما بتطلع مني الاكل حلوة انا ببقى مبسوطة وبقول الحمد لله. ودايما كل ما باجي اعمل اكل ادعي اقول يا رب احسن ختامه.
الناس بتتباهى يا جماعة بحاجتها الحلوة وبحاجتها النظيفة وبحاجتها يعني بتحمد ربنا ان حاجتها طلعت حلوة، وبنقول اللهم احسن ما بين ايدينا. طب منين انت عشان تطلعي ترند؟ انا شفت صينية كيكة، واحدة عاملة صينية كيكة قسما بالله حرقاها، حرقاها يعني حرقة وشها جامد، عشان خاطر تعملها ترند. طب انت على فكرة ربنا يحاسبك على النعمة دي، انت على فكرة الحاجة مكلفة وغالية، وفي ناس مش لاقية اصلا، تقومي انت تحرقيها. قولولي عرفتي ازاي انها محروقة؟ ممكن تكون محروقة غصب عنها. طب انت حتى لو اتحرقت غصب عنك داري حاجتك، انت طالعة تفضحي نفسك. دي من يمة، ومن يمة تانية انت بتعملي كده ليه؟ وطالعة تشربي بيها شاي وهي محروقة. طب هي قلبها على فكرة كان اسفنجي، معنى كده ان كيكة ناجحة، بس هي اصرت انها تحرقها. غير ان الصينية من تحت، الارضية بتاعت الصينية برضو ما كانتش محروقة، فمعنى كده ان هي شغلت الشواية على اخرها عليها لحد ما حرقتها. فعموما هي ربنا يحاسبها، وكل واحد ربنا بيعمل حاجة ربنا شايفه طبعا وعالم بيه. فانا يعني اتمنى ان مش عشان كل حاجة تطلع ترندات 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 ان انت تبوظي نعمة ربنا، ان انت تطلعي تفضحي نفسك. ما هي دي برضو يعني، ما هي حاجة كل ما كل اللي بيشوف، انا شفت تعليقات سلبية جدا مكتوبة لها. طب انت ليه بتعملي كده؟ احنا بنبقى فرحين بنطقة بيتنا، بنبقى فرحانين بالحاجة ما بتطلع من ايدينا حلوة، بنبقى بنتباهى زي ما بنقول، انا مش عارفة اقولها، مش بنتفشخر بان الحاجة طلعت وحشة، او احنا قاعدين في مكان مش نظيف. زي في ناس بتطلع بتلاجاتها وغسالاتها معفنة، كأنك تحس ان هم بقالهم 100 سنة ما حطوش ايديهم فيها. ويا لهوي تلاجتي باظت، تلاجتي بوتاجازي اتحرق، جارتي جايه تبص على بوتاجازي، حماتي جت تبص على تلاجتي. هو انت حضرتك يعني ما بتمديش ايدك في حاجتك غير لما حد يجي يبص على حاجتك انت يعني؟ طب انت بالنسبة لنفسك ولبيتك ولجوزك وعيالك، وده كله ترندات. فانا مش فاهمه، انا عن نفسي عمري بالعمر ما بستحمل انا وانا بطبخ لما بتقع نقطه زيت او نقطه طبيخ او نقطه لبن، وانا بغلي حتى اللبن والمعلقه كده نقطت على البوتاجاز، انا بجيب مناديل وبمسح حواليا. مرض نفسي بقى، ما تقولولي مرض مش نفسي، هو انا طبيعتي كده وده طبعي. انا بحب النظافه يا جماعه، كل واحد حر، بس انا بحب ان انا شايف دايما حاجه قدامي كده. انا بتهيألي لو دخلت مطبخ فيه بوتاجاز معفن زي اللي بيعرضوه، اقسم بالله انا ما همد ايدي فيه، هقرف اقف اطبخ عليه. اصلا انت بتطبخي انت ايه؟ بتتباهي بايه؟ واللي تجيب لك جردل الميه وتغسل لك البوتاجاز، وتدلق لك جردل الميه جوه في الفرن، وتدلق لك الجردل الميه من فوق من على البوتاجاز. هو في ايه؟ على فكره كل ده غلط، كل ده غلط، وبنصحكم ان انتوا لو شفتوا المنظر ده ما تعملهوش. كل ده غلط، بيسد المواسير بتاعة الغاز، وبيوصل كهرباء للبوتاجاز، بعد كده ممكن يكهربك. ف وبيسد كمان الفونيات والحاجات دي كلها، كل ده غلط. انت بتغسلي البوتاجاز من فوق وبتحاولي بقدر الامكان وانت بتغسلي، لو انت بتغسلي سطح البوتاجاز، انك ما تنزليش في العيون دي نقطة مية حتى. طيب ما جيت بقى الاتساخات زادت وانت محتاجة بقى اللي هو الروتين، زي ما بفك اوقات البوتاجاز وبعمل وكده، دوت انت بتفكي المسامير وبتشيلي سطح البوتاجاز خالص وتغسليه بالباور، وتغسليه بالسلكة وتنضفيه وتنشفيه، وبعد كده تركبيه تاني. يعني ده بقى في حالة ان احنا لما بنعمل روتين جامد بقى، بنبقى عايزين نرجع البوتاجاز زي ما هو جاي لسه من الشركة زي ما بنقول. التلاجة نفس النظام، ما تجيبيش جردل المية تدلقه جوه التلاجة، انت كده بتسدي برضو فتحات التهوية اللي في التلاجة والتكييفات اللي فيها، وبتبوظي كل حاجة. برضو حتة قماشة صغيرة مع حتة سلكة وتنشفي أول بأول، مش تكبي. هي الحاجات اللي بتتشال زي اللورفوف، زي الحاجات اللي هي بتبقى في الباب دي بتتخلع وتتغسل تحت الحنفية، وبرضو بننشفها ونرجع نركبها ناشفة. والتلاجة اما نغسلها برضو من جوه ننشفها، ونبقى فاصلين التلاجة برضو احنا بنغسلها. ففي حاجات كده غريبة والله العظيم بتتعمل على هدف الترند. انا عايزة اخد ترند ايه يعني؟ هقول ايه بس؟ يلا الحمد لله، ملناش دعوه بالناس الوحشه دي، وخلينا بقى في الروتين بتاعنا. طبعا انتوا شفتوا الحته اللي فاتت، انا طلعت الكتب
بتاعت بنتي من الادراج بتاعت المكتب، لسه الكتب بتاعت ابني، ولسه كتب المدرسة ما طلعتش من الشنط، ده كل ده كان خارجي بس. وشلت المقلمات الزيادة اللي كانت محطوطة دي برضو كانوا واخدينها ايام الامتحانات، لميتها كلها في درج واحد على اساس الترم التاني ان شاء الله يبقى كل حاجة احنا عارفين هي محطوطة فين وما نكلكعش الدنيا. البطاطين دي بقى، دي بطاطين الاطفال بتاعتهم وهم لسه بيبيهات، انا بخرجها في فترة الشتاء بقى، بنبقى قاعدين على الركنة متكتكين وسقعانين، فكل واحد يروح شادد بطانية كده ومتغطي بيها ايه، حاططها على رجله حاططها على كتفه، بتدفينا. وباجي برضو في اخر الشتاء كده بروح لماهم وغسلاهم. فعشان كده بقول لكم ايه، كركبت الشتاء كتير وبطاطين كتير ودفايات ومواويل والله العظيم. طبعا الحافظات دي حلوة جدا، انا حكي لكم عنها قبل كده ان هي حلوة جدا جدا للركنة. وطبعا كنت جايبة الحافظات اللي هي ايام العيد ديت، بس طبعا انا خدت بقى زهوتي منها وفرحتي منها ورحت غسلاها ورجعت القديم. وده بقى ليه بقى؟ عشان لما يجي مثلا مناسبة، يجي عيد، يجي حاجة افرشها. وكل ما بتعيني الحاجة وتيجي تفرشيها تاني بعد فترة، بتحسي ان انتي عملتي تغيير، بتدي لعينك يعني تغيير وكده. فدول بصراحة بيستحملوا خالص، ومسافة ما بيتبهدلوا بشيلهم اغسلهم وانشفهم وافرشهم تاني. فطبعا محافظين على على الركنة جامد، لان الركنة دي اكتر ركنة احنا بنقعد عليها اكتر من يعني الانتريه او الركنة اللي جوه التانية فين وفين. لما مثلا بقى في اعياد بيجي ضيوف لجوزي طبعا بيجوا من على اللي هي الانتريه اللي بره الباب على السلم. ضيوف لاصحاب عيالي برضو بيجوا لهم، برضو بدخلهم الاوضه اللي هي بره بتاعت الانتريه كده يعني. فبصراحه يعني الركنه دي شايله بلاوي، قعدتنا على طول فيها، مذاكرتنا فيها، شافت مننا المناهج كلها الركنه دي، فكتر خيرها والله. كانت معانا ايام الامتحانات بص في كل اوقات. والمناهج السنة دي والله العظيم كانت صعبة جدا، والوزير كل شوية يدي في قرارات قرارات قرارات، وكل دوت على حساب الأهالي وعلى حساب الأطفال يعني. أنا أنا ابني في سنة رابعة ابتدائي، آخر يوم كان عنده مادة الدراسات. أنا ابني اتعامل معاه كأنه في ثانوي، ولا اقول بكالوريا بقى، ما خلاص يعني الثانوي هيتلغي. ف جه المنهج بتاع يعني هو خد المفروض يطلع طلع من البيت الساعة 7 أو 7:15، هو امتحانه الساعة 8 الصبح. المفروض دخل اللجنة، اتوزع الورق وجه امتحن. بعد ما خلص امتحانات أو هو تقريبا في نص الامتحان الورق اتسحب منهم. هوب هوب ايه اللي حصل؟ الامتحان اتسرب. بصوا بقى، ده انا بوريكم هنا دوت الكابل بتاع اسمه ايه، بتاع التلفزيون، اتكسر في التلفزيون، وانا هقول لكم برضو ازاي. بس نكمل موضوع ايه، موضوع الامتحان بتاع سنة رابعة اتسرب ليه؟ هو ثانوية عامة يا جماعة. اه والله بيتعامل معاملة الثانوية العامة، حبسوهم في المدرسة لحد ما بعتوا للوزارة وعملوا لهم امتحان تاني، وجابوه لهم وامتحنوا لهم مرة تانية في نفس اليوم. فاتعامل معاهم كمنهج ماشي. انا فرحانة جدا جدا ان مفيش غش، وبقول لابني ما تغشش حد، عشان في ناس كتير جدا واطفال قده طول السنة بيلعبوا ومترفهين طول السنة، وانا ابني قلبي ولا بيخرج ولا بيلعب وبيعيط. طبعا بيبقى وراه واجب كتير وبيقعد يعمله وبيعيط ومضغوط، وغيره فرحان وبيلعب ولا في دماغه اصلا. ما يتسواش ده بده، حرام. حرام ان يبقى في طفل مظلوم طول السنة، وفي طفل تاني مترفه بالنسبة له طول السنة، ويتسوى ده في ده في الآخر. هو حرام. هو طبعا طبيعي مستواه ده هيبقى معروف وده معروف، بس المستوى لما بيبان في الامتحان بيأثر على نفسية الطفل. طب ايه يعني؟ هو انا نفس الدرجات وهو كان بيلعب وانا كنت بذاكر. انا بحط البطاطين بقى في المنطقة دي كده علشان خاطر ايه، نسحب منها يعني ما تبقاش مكركبة على الركن. وانا بقى كنت بطلع الكتب اللي كانت اخر حاجة بقى فيهم في الدروس، الشنط دي شنط الدروس، فكنت بطلع منها الكتب. اهي بصوا، كان اخر مادة هنا كان حاططها هو هنا الانجليزي، وهي كانت مش عارفة، كان ما خدتش بالي كانت مادة ايه والله. انا كنت بطلع اصلا عايزة، انا بصوا انا نفسي قبل منهم عايزة اتخلص من الكتب دي، زهقت، جبت شكارة كده وبقيت افضي فيها.
والبتاع ده اسمه ايه التلفزيون، ادم ابني راح جاب سيمبا حبيبه اللي هو القطة بتاعته. فراحت نط على الريسيفر، راحت واخدة الريسيفر وهوب راحت نازلة. راح الريسيفر طبعا متدشدش وراح السلك متقطع زي ما انتوا شفتوه. وربنا يستر، مش هنقول غير كده، الحمد لله اجازة سعيدة. مش هنقول غير كده والله بجد. بصوا هنا بقى، هنا دوت دي الكتب اللي هي بتاعت آدم. طبعا ده جدول الضرب ده انا هحتاجه لسه في الترم التاني فشيلته. ولميت بقى كله مذكرات على مذكرات، امتحانات على ورق امتحانات متصور، يعني الكيسة الزرقاء دي كانت كلها ورق امتحانات كان متصور. على كتب خارجية، على كله. لميت كله بقيت عمالة اهم حاجة ان اشيل. انا مش عايزه اشوف قدامي اصلا حاجه، يعني انا انا حاسه ان انا بص عندي انهيار كامل والله العظيم. فسبحانك يا رب، احنا بنقول يا رب عديها على خير عشان خاطر الواحد. والله العظيم زي ما بيقولوا جاب اخره بجد. الموضوع صعب وصعب على الاطفال. يعني تحسي اوقات ان انا وانا قاعده مع ادم انه بيهنج، والله العظيم زي ما بقول لكم. كانه ابقى سأله في السؤال وبعدها اساله بعد شويه كانه ما يعرفش عنه حاجه، كانه ما سمعش عنه حاجه. اول ما الاقي مخه وقف خلاص، هو مخه فصل. بس اروح جايه موقفه كل حاجه، يلا حبيبي خش نام. اصلك انت ايه خلاص، هو عامل زي جهاز الكمبيوتر هنج. هتعملي معاه ايه؟ لازم تفصليه تريحي شويه. هو ده كمان مخهم والله العظيم بيهنج، كتر الف خيرهم والله على اللي هم فيه. احنا عن نفسنا ايامنا الابتدائي دي كلها كانت بالنسبة لنا معناها ان احنا يعني ايه مدرسة، يعني ايه كتب، يعني ايه مادة، يعني ايه نتعلم نقرا، نتعلم نكتب، نتعلم نحل، نتعلم نضرب حاجات كده عادي. كان ده منهجنا، وكناش بناخد دروس في الابتدائي اصلا. ما خدتش دروس انا إلا غير في سنة اولى اعدادي. دلوقتي من هم في كيجي وقبل كيجي وهم لازم ان هم يتأسسوا تأسيس. فالعيال دي اتظلمت والله العظيم اتظلمت. اتظلمت. فربنا يا رب يكون معاهم ويقويهم على الايام السوداء اللي هم داخلين عليها. وهنا كنت روقت برضو الاوضه ديت. بصوا بقى الاوضه ديت انا طبعا كنت مروقه البلكونه اللي فيها امبارح في الروتين بتاع البلكونه، هتشوفوه ان شاء الله على القناه. فكنت دخلت بقى روقت البلكونه وحطيت فيها العابهم وحاجاتهم وايه وظبطت لهم الدنيا يعني. طبعا الروتين ده نزل على انا نزلته خلاص على القناة. ده بقى تاني يوم على طول، ده تاني يوم اللي هو يوم الجمعة. الروتين اللي كنت عاملاه بتاع البلكونة كان الخميس اللي هو كان اول يوم بعد الاجازة على طول. ف انا كنت عارفة ان الالعاب دي هتنتشر في الشقة، وانا مش ناقصة كفاية اللي فيها مكفيني زي ما بيقولوا، يعني الشقة فيها اللي ما فيها. كفايه الكتب اللي انا عماله اتخلص منها، وكفايه الحاجه اللي انا عماله اشيلها. فرحت جايه بقى مظبطه لهم البلكونه وعملت لهم قعده زي الفل. والنهارده قاموا الصبح دخلوا فيها ولعبوا، وبعد ما لعبوا برضو لموا العابهم الحمد لله. وبعد كده راحوا داخلين بقى ايه، انا ناديت عليهم دخلتهم من البلكونه يعني. بصوا بقى الحاجه ما بتتروق بتبقى هاديه ورقيقه وجميله وحلوه. بصوا بقى المكان دوت انا هحط فيه الموتوسيكل اهو. ليه بقى؟ عشان هنا البلكونه دخلتهم وخرجتهم منها عشان خاطر اللعب اللي هما الالعاب اللي جوه في البلكونه، فما سدش عليهم السكه بالموتوسيكل. طبعا انا كنت ببقى حاطه الموتوسيكل هنا على اساس ان احنا ما بنخشش البلكونه دي كتير. فدلوقتي خلاص بقى دي بقت المكان بتاعهم الاساسي اللي هم هيخشوا ويخرجوا منه. وهنا بقى فوق المكتبة بصوا هو في برضو حاجات، بس مش زي الاول. بصوا يعني الكرتونتين اللي هناك فوق بعض دول فاضيين، انا سايباهم احط فيهم اي حاجة. وفي طفاية حريق، وفي ازازة برضو كبيرة كده فاضية، وفي كيس فيه هدايا، يعني فيها حاجات برضو بسيطة مش زي المنظر الاولاني خالص. وبرضو الحاجات دي عايزة ابقى في يوم كده اظبطها واشوف ايه، اشوف الدنيا فيها ايه كده، اللي انا محتاجاه برضو اسيبه، اللي مش محتاجاه اعينه.
مش عارفة انا قلت ايه. المهم يعني ما تركزوش معايا عشان انا مهيسة اصلا، وانا والله بمنتج معاكم الفيديو ده. هنا بقى طبعا كنت مسكت كل الشقة عملتها بالمكنسة. وهنا ده الغسيل اللي اتغسل، بصوا 3 غسلات اهو، كل طبق في دورة من الغسيل. فدول برضو انا هطلع انشرهم دلوقتي عشان خاطر برضو يلحقوا ينشفوا. طلعت اهو اتنشرتهم. بصوا خدوا البلكونة بالظبط. انا كنت بقول انا هخش البلكونة التانية هحتاج، بس الحمد لله يعني ايه هم جم بالظبط هنا. وهنا الاوض التانية، طبعا الاوضة دي اوضة النوم بتاعتي انا، يدوب فرشاها بس احنا ما بننامش فيها. بس انا بوريكم يعني ان انا برضو اي اوضة لازم اعدي عليها. وطبعا طالما بشغل المكنسة شفت حاجة لازم الشقة كلها تتشفط. اصل ما ينفعش اشفط اوضه واسيب التانية، معلش. بحس ان دي بتتاخد من دي ودي بتحط في دي، ولو رجلك فيها حاجه لا مش كده خالص، لازم انضف كله. وهنا برضو الركنه، طبعا بعد ما شلت الغسيل ونشرته وكده برضو شفطت، طبعا كنت مشفطه قبلها كمان. وهنا برضو اوضه الانتريه برضو مكان، حد بقى من عيال، من اصحاب عيالي مش عارف ايه بيجي، اروح عادله وراهم القعده على طول. فتلاقي دايما الدنيا كده متظبطه ومتروقه ومش محتاجه اي حاجه انك تعمليها، طول ما ايدك في حاجتك هتنها نظيفه وجميله. وكل سنه واحنا طيبين، ويا رب تبقى اجازه سعيده علينا جميعا. عايزين بقى ايه، ناخد هدنة وبعد كده نستعد وناخد نفسنا بقى للترم التاني، وربنا معانا كلنا يا رب. ونقول يا رب يا رب يا رب، مش يا رب بس. وان شاء الله يكون خير علينا كلنا. ويا رب المنهج في النص التاني يبقى سهل، يبقى انا بتمنى والله، بس مش عارفه. بصوا بقى هنا كان اكلنا النهارده قرنبيط. بصوا انا بصي كنتش بحبه، بقيت بموت فيه. طعمه طلع خرافه، انا كنت بشم ريحته بس ما بحبوش، بس بجد جميل. الى اللقاء.